الملك في الخطاب الأخير ديالو أمام البرلمان انتقد الإدارة المغربية وقال أنه فيها اختلالات عميقة، قال بأنه فيها رشوة، فيها محسوبية، وأن هذه الإدارة ليست في خدمة المواطن. هذه ملي كيخطب الملك وكيقول هذا الكلام هي أنه كيعطي أوامر واضحة أن هذه الإدارة خصها تجمع راسها وأن هذه الإدارة خصها تنظف راسها. اعتقدنا أنه من بعد هذا الخطاب هذا اللي كان خطاب جامع وشفاف وواضح ومشى لعمق الأشياء، كنا كنعتقدوا أن من بعد هذا الخطاب هاد الناس ديال الإدارة اللي يفهموا راسهم وأنه هاد الناس في هاد الإدارة غادي ينوضوا يبداو يخدموا لمصلحة المواطن. كنا كنعتقدوا أنه من بعد هذا الخطاب وهاد التعليمات الملكية وهاد الأوامر الملكية كنا كنعتقدوا أنه مشكل بحال هذا غادي يصيب الحل ديالو بين عشية وضحاها. غادي يقولوا الناس الملك خطب، الملك عطى أوامر، غادي نوضوا نفذوها. الغريب أنه لا شيء تغير وبقى حتى لقمان على حالها. حتى واحد ما دا في هذا الخطاب ديال هذا الملك هذا، كأن هذا الملك كلامه ما بقى كيسوى حتى حاجة في هذا البلاد، أن هذا الملك ما بقى لا يسود ولا يحكم، وأنه الذي يسود ويحكم هما هاد المافيات، وأنه الذي يسود ويحكم أنه يجي لي واحد شخص كنقولوا له ما عرفتش شنو يولي كلمته أعلى من كلمة الملك. هذا هو الخطأ في هذا البلاد هذا. فولاو هاد اللوبيات هاد البشر هذا ولا هو الذي يسود وهو الذي يحكم في هذه البلاد اللي كنعتقدوا انه الملك كان يسود فيها ويحكم. وهذا هو الخطا وهذه هي المصيبه الكبيره اللي وصلنا لها. هاد الناس اللي ما خادوش اللي ما تحركوش لحد الان، انا كنعتقد انه خرجوا على القانون، انه هاد الناس شدوا الكلام ديال الملك وضربوه عرض الحائط. غني وقول اللي بغيت يا محمد السادس، الماء كب الماء فرمله، لا واحد ما غادي يسمع لك. هذا هو الخطر. فاصبحنا امام دوله داخل الدوله، هذه هي الدوله العميقه اللي بامكان كيهضر عليها، هي اللي عندها الحكم. فين كنعتقد انه هادشي اللي حنا غاديين ليه راحنا دخلنا في بلاد السباق، انه ولاو اشخاص كيتحكموا في هذه البلاد. وإلا بدات السباق في هذه البلاد غادي يدفعوا المواطنين يبداو ياخذوا حقهم بيدهم. ما غاديش نبقى نتسنى لا بوليس ولا نتسنى اداره، ولا غادي نجيب حتى لاصحابي ونهبط نهتف على عباد الله وغادي نوليو في واحد المتاهات وغادي نوصلوا لاشياء. لا انا كنقول وهنا كنقول للملك سيدي محمد، راه كلامك ما كيتسمعوش، راه ماشي غير تخطف، راه خاصك تنزل بيدين من حديد على هذا البشر هذا يدخلوا للطريق، واللي ما دخلش للطريق ايوا عندكم الوسائل باش تردوه للطريق. السلام عليكم.